وداعًا للإندومي أو أي نودلز غير صحية، هنعمل مع بعض أحلى نودلز في البيت، أقل من نص ساعة وهتكون جاهزة عندكم. مكوناتها بسيطة وبجد مش بتاخد وقت خالص وطعمها رهيب، أحلى مليون مرة من الجاهزة. هتحبوها قوي، واللي متأكدة منه إن ولادكم كمان هيحبوها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي أقل من نص كيلو من صدور الفراخ، أنا مقطعاها كده شرايح بالطول. هتبلها بملح وفلفل أسود وبابريكا، وبعد كده في طاسة هحط معلقة كبيرة من الزيت. الطاسه تسخن كويس قوي، هنزل بالفراخ واشوحها كويس جدا لحد ما تغير لونها وتاخد لون ذهبي بسيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل عليها بفصين من الثوم مقطعاها شرايح رفيعه، وبصله خضراء كامله بالورق بتاعها برضو مقطعاها صغير قوي. هشوحهم مع بعض شويه كده، وبعد كده هنزل ببصله كبيره تكون متقطعه شرايح رفيعه واقلبها. البصله تدبل شويه، انزل بقى بنص جزره كده متقطعه برضو شرايح رفيعه. قطعوا الخضار كله بشرايح رفيعه بيبقى احسن. واخر حاجه هضيفها نص فلفل الوان من الاحمر والاخضر والاصفر متقطع شرايح كده بالطول. واشوح بقى الخضار بتاعي. الخضار مش بسيبه كتير قوي على النار، علشان انا برضو عايزاه يحتفظ بلونه والقوام بتاعه، يعني مش عايزاه يدبل قوي. ممكن كمان تضيفوا الكرنب اللي هو بتاع السلطه لو حابين. اي خضار ينفع تضيفوه في الوصفه دي، مفيش مشكله خالص. والاحلى صوص للنودلز، هنجيب كوبايه من الميه المغليه هدوب فيها مكعب مرقه. ممكن تستخدموا دجاج او خضار. بعد ما تدوبوها كويس هتنزلوا باربع معالق كبار من الصويا صوص، معلقه كبيره من الكاتشب، معلقه كبيره من الخل الابيض، معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من النشا. هنقلبهم مع بعض كويس جدا وننزل بيهم على الفراخ والخضار اللي احنا مجهزينهم. وهنا النشا هي اللي هتربط معاه الصوص وهتخلي قوامه حلو جدا. وعشان برضو اكون صريحه معاكم، الصوص ده بيبقى حلو جدا لو ضفتوا له معلقه كبيره من الاويستر صوص او صوص المحار. بيخلي طعمه حلو جدا وزي بتاع بره بالظبط. بس لو مش متوفر مفيش مشكله خالص، اعملوه بالطريقه دي هيبقى برضو حلو جدا. وفي نفس الوقت بسلق المكرونه. انا استخدمت 200 جرام من المكرونه، يعني نص كيس من المكرونه. انا استخدمت الشرايح العريضه. ممكن تستخدموا كمان الاسباجيتي. تسلقوها وبعد كده بتصفوها من الميه كويس قوي، وتنزلوا بيها بقى على الفراخ والخضار بتاعنا وتقلبوهم بقى كويس قوي. اول ما كل حاجه كده تدخل مع بعض والمكرونه تسخن كده، خلاص بقى جاهز عندكم احلى نودلز بالفراخ والخضار. خطيره يا جماعه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. زينوها بقى بشوية كده من السمسم لو حابين. وبس كده، وبكل سهولة بقى جاهز عندنا احلى نودلز بالفراخ والخضار وصوص النودلز الخطير. لو لاحظتوا انا ما ضفتش ملح كتير علشان الصويا صوص بتبقى مالحه. انتوا بعد ما بتقلبوا كل حاجه مع بعض بتدوقوا، لو احتجتوا ملح بتزودوا علشان بس الملح ما يزيدش منكم. ولو بقى عايزينها سبايسي بتحطوا مع الخضار فلفل اخضر حامي او الشطه المجروشه، بتدي طعم حلو قوي للنودلز. كل حاجه كانت مظبوطه بالظبط، عجبتني جدا وعجبت ولادي، وده الاهم علشان طبعا انتوا عارفين ان ولادنا بيحبوها قوي. انا مستحيل ادخل الاندومي او اي نودلز غير صحيه البيت. انتوا كمان اعملوا زيي وجربوها في البيت، بجد هتنبسطوا بيها قوي. تاكلوها بقى بالستيكس او بالشوكه، المهم ان انتوا تستمتعوا وتنبسطوا وانتوا بتاكلوها. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.